الأمازيغ، الرجال الأحرار، الأساس الصخري الذي بنيت عليه كل الطبقات اللاحقة. لم يكونوا جنسية بالمعنى الحديث، بل كانوا فسيفساء من القبائل والعشائر، لكل منها لهجتها وتقاليدها، ولكن يجمعهم رباط وثيق بالأرض. كانوا يعرفون كل واد وكل جبل، كل نبع ماء وكل واحة. كانت حياتهم مرآة للطبيعة القاسية والكريمة في آن واحد. في جبال الريف والأطلس بنوا قراهم المعلقة على السفوح كأنها أعشاش للنسور، بيوت من طين وحجر تتحدى الزمن والرياح. وفي الصحراء عاشوا حياة الترحال، يتبعون قطعانهم والماء، وكانت خيامهم السوداء المصنوعة من وبر الماعز هي أوطانهم المتنقلة، وكانت النجوم هي خارطتهم الأبدية. روحانيتهم كانت مرتبطة بالطبيعة، كانوا يقدسون الجبال والأنهار والأرواح التي تسكنها قبل أن تعرف هذه الأرض الديانات السماوية. هؤلاء